مساء الخير على حبايب قلبي، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بس حاجه حلوه كده بسيطه واقتصاديه وموجوده في كل بيت، مش هتحتاجي حاجه كتير. هي كوبايه سكر ومعاها نص ازازه، كوبايه سكر ونص ازازه. تعالى هنشوفوا ايه الحكايه. اول حاجه هجيب كوبايه سكر معاها كوبايه الا ربع ميه ومعاها نص ليمون. هنعمل الشربات. هنحط كوبايه السكر على الميه على نص الليمونه وهنحطهم على البوتاجاز، مش هحركهم ولا هعمل فيهم حاجة، زي ما انتوا شايفين. حطهم على البوتاجاز يغلوا لمدة 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط، وهطفي عليهم. طيب، بعد ما احطهم على البوتاجاز يغلوا لمدة 10 دقايق هعمل ايه؟ هعمل الازازة هجيب سكينة سخنة، هسخنها طبعا على البوتاجاز، وبعد كده هفتح في الغطا بتاعها فتحة مدورة وفيها زي كده نجمة، عشان خاطر انزل بيها العجينة اللي انا هعملها. طيب، ايه الازازة دي وايه العجينة؟ هو انا بصراحة من فترة كده شفت فيديو على النت، بس مش فاكرة بصراحة القناة. كانت عاملة عجينة حاجة حلوة، ومتهيألي بيقولوا انها حلوة من لبنان. تحية طبعا لأهل لبنان. وبعدين ايه؟ قالت انها تتعمل بالازازة. طب لو انت عملتها بالازازة مش هينفع، لان انا مرة حاولت اعمل عجينة بالازازة، الازازة كانت ناشفة على ايدي، معرفتش ابدا اعملها، فمش هينفع. فتعملي ايه؟ قطعت الازازة نصين. لما تقطعي الازازة نصين هتدخلي العجينة هتبقى اسهل وسلك. شايفين الفتحة دي؟ دي الفتحة انا عملتها ونزلت بيها العجينة. انت ممكن تعملي فتحة اكبر من دي شوية لو انت عايزة العجينة اتخن من كده شوية. بس انا بصراحة بعد ما فتحت الفتحة دي ولقيت العجينة اللي نازلة رفيعة سنة، قلت لا، حلو على كده، كسلت افتحها تاني. طب ايه الموضوع؟ الموضوع ان عيالي بالليل واحنا قاعدين بصراحة يا جماعة قالوا احنا عايزين ناكل حاجة حلوة يا ماما. طيب، انا لا عندي بيض ولا زبدة ولا لبن ولا حاجة ابدا، بصراحة يعني ما كانش موجود. طب اعمل ايه؟ افتكرت الحاجة الحلوة دي، قلت هعملها لهم. وانا اصلا حتى مش عارفة اسمها ايه يعني مش عارفة اسمها حلو ايه. المهم قلنا ايه؟ نعملها ونجرب، احنا مش خاسرين حاجة، وهنشوف تطلع حلوة ولا تطلع وحشة. جبنا اول حاجة كوبايتين مية، حطيناهم في صينية على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين، معاهم معلقة سكر ومعاهم نص معلقة ملح ومعاهم 3 معالق زيت، كله ده في المية السخنة، وهنسيبهم يغلوا مع بعضيهم. اول ما يغلوا الاول بعد كده هننزل بايه؟ بالدقيق. يعني نحط كوبايتين مية معاهم معلقة سكر، نص معلقة ملح، 3 معالق زيت. تمام تمام. طبعا حاجة ايه؟ ما فيهاش اي حاجة، دي يعني حاجات سهلة وبسيطة وموجودة في البيت، مش مكلفة، ولا البيض ولا لبن ولا اي حاجة. وكيس فانيليا. هو ده ايه كل اللي هنحطه في المية. رحت فين والنعمة الكيس ما كان راضي يتفتح معايا يا جماعة، مش حتى الكيس. يلا زي بعضه. المهم انه الحمد لله اتفتح وحطيناه في المية عشان يدي ريحة للمية. بعد كده ايه؟ هتغلي المية مع الزيت مع الملح مع السكر غلوة، كأنك بتعملي ايه؟ عارفين العجينة اللي هي ايه؟ قولوا معايا، النعمة نسيت. يلا المهم، هفتكرها اقول لكم. اول حاجة بعد ما غليت المية حطينا كوبايتين دقيق. بعد ما تحطي وتكوني نخلاهم كوبايتين دقيق مظبوطين على كوبايتين المية، وهتقلبهم على النار، وهتهدي النار شوية، كأنك بتعملي عجينة بلح الشام. ماشي، افتكرت. بس كده، هتقلبي العجينة الأول على النار، على نار متوسطة، ما تكونش عالية جامد، لغاية ما ايه؟ ما الدقيق يروح في المية، يعني الدقيق يشرب المية ويبقى عجين. هنقلب زي ما انتوا شايفين ونلم العجينة بقى. ايوه كده. بعد كده هاخدها هي دقيقة واحدة من على النار، وبعد كده هاخدها واقلبها من بره. اقلب بالمعلقة، بصراحة هي بالمعلقة ناشفة، يعني انا مش قادرة ايه ادوس عليها بالمعلقة. ممكن تكون صحتي انا على قد يا جماعة، وممكن تكون هي العجينة ايه، انا مش قادرة ادوس عليها. فهعمل ايه؟ هشيل طبعا المعلقة اللي انتوا شايفينها الحلوة دي، لان انا بدوس عليها كده ومش قادرة، حاسة انها ايه؟ مش هتتعجن كويس.
فهحاول على قد ما اقدر. وبعد كده هجيب ايه، هجيب طبق فيه شوية مية. ليه طب اجيب طبق شوية مية فيه؟ عشان خاطر العجينة سخنة، وما تسيبيش العجينة لما تبرد خالص وهي العجينة معاكي سخنة. هتحطي ايدك في المية وهي وباردة عشان تستحملي العجينة السخنة، وترجعي تعجني في العجينة لغاية ما تلم معاكي وتبقى حلوة كده ولما نفسيها. هتحطي ايدك زي ما انت شايفة في المية وترجعي تعجنيها تاني عشان خاطر تستحملي سخونية العجينة. ما انا بحط ايدي ليه في المية الباردة؟ لان العجينة سخنة، وما ينفعش اسيب العجينة لغاية ما تبرد، هتكلكع معايا، والكتل اللي فيها التكتلات دي هتفضل زي ما هي. فانا لازم المها بسرعة عشان خاطر ما يبقاش فيها اي حاجة، وتبقى عجينة حلوة وزي الملبن في ايدك. هي العجينة ناشفة بس في طرية في نفس الوقت. يعني يعني ناشفة كده في نفسيها بس طرية، اهو زي ما انتوا شايفة كده، كأنها البانة في ايدك. طبعا دي ولا فيها تخمير ولا فيها اي حاجة، هشتغل فيها على طول. هجيب معايا الازازة زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها وجربت الاول واحدة، شفتها طلعت مظبوطة ولا لا، حلوة ولا لا. فطلعت معايا على طول. هي سهلة وبسيطة، لما انت تقطعي الازازة وتدخليها كده بتبقى اسهل من الازازة نفسها. وممكن تعمليها انت بايدك اي تشكيلة، ممكن تدوريها وتعمليها كأنها زي كعك الافران كده لما تدوريها. وممكن تعمليها بالازازة. ممكن تجيبي القمع اللي هو قمع الحلواني ده الاستانلس من غير الكيس، لان برضو بالكيس مش هتنزل، مش هتنفع. هتحطيها في قمع الاستانلس وهتمشي معاه وهيبقى زي الفل، ويمكن احسن من الازازة كمان. ممكن تشكليها زي ما تحبي وهتطلع لك برضو زي ما هي، تشكيلتها حلوة زي الفل. اهو شكلي بقى، انت اعمليها مدورة، اعمليها مثلا زي الضفيرة، اعملي حاجات كتيرة اللي انت عايزاه اعمليه، كله هيطلع زي بعضه. اهم حاجة انك انت تشكليها مظبوط وتطلعيها وتعجنيها في الاول مظبوط. هي طريقتها سهلة وبسيطة وما فيهاش حاجة، بس كل الحكاية في التشكيلة بتاعتها. طبعا احنا عملنا اهو حاجة حلوة وبسيطة مش مكلفة، وعجبت العيال جدا بصراحة، وقالوا لي حلوة خالص يا ماما، وكانت طعمها حلو فعلا والله، مش هكدب عليكم. وتعمليها بحبة دقيق وحبة مية في بيتك، مش مكلفة اكتر من كده. يعني عندك كوباية دقيق وكوباية سكر، هتعمليها وتطلع معاكي زي الفل، تأدي معاكي الغرض. هتدوسي عليها كده، هتدخليها وبصبعك كده هتدوسي عليها، العجينة هتطلع من الناحية التانية، تدوريها تعمليها ضفيرة. اي تشكيلة تيجي على بالك انت حباه، اي تشكيلة اهو. انا ما حبيتش اسرع لكم الفيديو عشان تشوفوا التشكيلات وتشوفوا انا بقطعها ازاي. اهو تشكيلات كتير زي ما تحبي. هخلص الكمية وهشوف بعد كده هنعمل ايه. هنروح بقى نحط شوية زيت في الطاسة. شايفين الكوبايتين دي عملوا قد ايه كمية؟ كمية حلوة يعني. هجيب شوية زيت حلوين في الطاسة، ويكون الزيت سخن، وهنزل بيه في الزيت على طول. حطي في الطاسة لانه هي طبعا مش هتزيد ولا هيتضاعف حجمها ولا اي حاجة، لان ما فيهاش اي تخمير، بس هي بتبقى من جوه طرية كده وهشة، لانها هي احنا عاملينها زي العجينة القطنية اللي بنعمل بها الفينو. اللي شاف فيديو الفينو اللي احنا عملناه وعملنا به العجينة القطنية بتاعته، هو ده بالظبط. طبعا اول واحدة حمرت معايا، بس عايزة اقول لكم ان اللي كانت حمرة دي كان طعمها احلى بكتير من اللي طالعة مصفرة. ايه رأيكم؟ هنقلب كده كله من ناحيتين، من الناحية دي والناحية دي. وما تقلبيش على طول، بعد ما تحطيها في الطاسة تسيبيها لمدة 5 دقايق وبعد كده تقلبي عشان تكون شدت كده وخدت وش من تحت، وبعد كده تقلبيها.
بس هتحمريها من الناحية دي ومن الناحية دي، مش هتاخد معاكي 10 دقايق في الطاسة، يعني هي تحميرها 10 دقايق وبتستوي، بتطلع مقرمشة من بره طرية من جوه وزي الفل. زي ما قلتلك لو انت عايزة تخنيها اكتر من كده، وسعي الفتحة بتاعت الايه غطا الازازة شوية. عايزاها زي كده برضو سيبيها ما توسعهاش، اعمليها زي ما انا كنت عاملاها زي ما تحبي. عايزة تعمليها بايدك من غير غطا ازازة، بقمع زي ما قلتلك الحلواني، زي ما تحبي اي حاجة هتمشي معاكي، كله هيشتغل معاكي. بعد كده بعد ما هنخلصها بنطلع على طول من الطاسة، وهنحط في ايه في الشربات على طول، يعني وهو سخن نحطه في الشربات. طبعا الشربات كان بارد خلاص. وادي الكمية اللي احنا عملناها، شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله كان طعمها زي العسل يا جماعة، ولا بيض ولا زبدة ولا اي حاجة. وادي الشربات اهو يعني اخر نقطة في الشربات خدت كوباية السكر بالظبط، يعني ما تعمليش كوبايتين ولا 3، هو الكمية دي بس. انا بكسرها لكم اهي بالراحة. بصي شاربة الشربات من جوه، مع اني ما سبتهاش كتير في الشربات، كنت بحطها وهي سخنة وبطلعها على طول. انا كنت عايزة اسمعكم القرمشة بتاعتها، بس ايه، بس ما فتحتش الفيديو يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تعملوا لايك، واللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس. واشوفكم على خير، واتمنى انكم تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. مع السلامة.